السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. اليوم راح اسوي لكم طرش جيل الطيبين، الطرش القديم. الصراحه سالت اهلي على قبل شلون كانوا يسوون الطرش قبل، فامي انطتني واختي هاي الطريقه، فانا جربتها لان الصراحه صار عندي فضول، يعني حبيت اشوف الطعم شلونه. والله والطعم عجبني، فهالمره سويت كميه اكبر لان سهل وسريع وما ياخذ منك وقت اصلا يعني. فتدرون احنا النهار قصير كلش واحنا يا دوب نكمل شغلات البيت، مو نرجع نوم نسوي طرشي. بس لان هاي الطريقة سهلة فاني اغتنمت الفرصة وسويت تقريبا 3 دبات من عنده. اول شي جبت قرنابيط وشلغم وشوندر، غسلتهم وقطعتهم. اوكي. وجبت هاي الدبة مع الطرشي. اي شي انتو تريدون يعني تحفظون بيه الطرشي، بس هي هاي الدبات افضل شي. خليت بيها نصها مي وملح خشن. اوكي. وذوبته، يعني شوفوا هي بيها هذا الخط لهنا. خليت مي وملح وذوبته، بعدين ضفت المكونات يعني هو شلغم والشوندر، تضيفون خيار، تضيفون شو اسمه جزر كيفكم. وضفت الباقي خل ابيض، يعني نص الدبة مي وملح، وكملت الباقي الى ان درستها بخل ابيض. وضفت له خاشوق الشكر. ليش ضفت له خاشوق الشكر؟ لا اكيد راح تستغربون، بس الشكر يحافظ على الطرشي ما يخرب، وثانيا تبقى هيجي شكلها، يعني شوفوا ظل نفس ما هي. الشلغم او الشوندر مو مرور الوقت تجوا تلقوه مايع ورايحة منتهية، لا تبقى بها القرطة. ونفس ما قلت لكم للنص مي وملح، والباقي تكملوه بخل وتخلوه من 2 إلى 3 أيام. طبعا لا، هو الثالث يوم ينكال. والله وكلش طيب وسريع وما ياخذ منكم وقت نهائيا. نفس ما قلت لكم انا حتى سويت منه 3، لان تدرون والله بالشتاء طيب بالغداء بالعشاء ويا النواشف، حتى ويا التمن والمرقع. انا هم احب الطرش الصراحه. يعني ما بكل وجه انا اصب طرشي، اضيف شنو قمت اسحق. فاذا تريدون لون اطبخ من هذا اللون اضيفوا شوندر اكثر. وان شاء الله ما طولت عليكم، وسهمكم العافيه.